فاهم الحاج صابر ده ايه اللي جراله عشان تجرجرنا وراك المستشفى كده؟ اهدى يا حاج، هتفهم كل حاجه دلوقتي. لا اله الا الله. بعد اذنك. اتفضل. ادخل. يا اهلا وسهلا يا حاج. ازاي الحال دلوقتي؟ طمني. يا حميدو يا حاج. ربنا ما يحرمناش منك. الحمد لله، ربنا يطمنا عليها. انا معايا ضيوفه كمال. خليهم يتفضلوا يا حاج. اهلا وسهلا. دقيقه واحده. اتفضل يا حاج. يا عم صابر، ايه ده؟ ايه بقى الحركه الزفت اللي عملتها معايا دي؟ ولا حركه ولا حاجه يا حاج. ابنك كمال كلمني عشان امه تعبانه اوديها القصر العيني، وانت عارف هي ما استريحتش في القصر العيني قبل كده. قلت اجيبها هنا. اقعد بقى معاه بقى، خده في حضنك وتصافوا مع بعض. ابوك يا كمال. اتفضل يا حاج. يا سلام، ارتحت بقى دلوقتي؟ جرجرتوني لغايه هنا عشان ادفع لكم حساب المستشفى؟ اقسم بالله ما اعرف انك انت جاي، واللي قاله لك الحاج جد هو اللي حصل. وبعدين ما انا عارف ان انا لو كنت اتصلت بيك ما كنتش هترد عليا. طبعا ما كنتش هرد عليك. هرد عليك بتاع ايه؟ بعد ما عملت لي فضيحه في الوكاله وقدام الناس اللي يسوى واللي ما يسواش. ما هو ما كانش ينفع اسيب امي عيانه ومريضه وانت مش عايز تديني حقي، وكمان انا معيش فلوس واسكت. حقك؟ حقك ده يالا كسر حقك. قال حقك. قال انت فاكر ان انا هجيب مطبعه واقعد اطبع لك فيها فلوس؟ وانت يا حبيبي مش حبيت تقعد جنب الست امك؟ خلاص خليها تنفعك. صحيح مش هننفع، بس نفعتك انت. الخير اللي انت فيه ده كله سببه فلوسي اللي ضحكت عليا وخدتها مني، واخرتها رميتني الرمياتي. نعم، فلوسك؟ فلوسك ده يا ام فلوس جراها وليا. انت فاهم ان فلوسك دي هي اللي معيشاني في العز والنعيم ده ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين فلوسي دي انا عملتها بعرقي وبجهدي، وكفايه ان انا ربيت لك ابنك لغايه ما بقى زي البغل وعلمته كمان. علمته؟ ده انت مضيني على كمبيالات باكتر من اللي صرفته عليا 100 مره. اخلص يالا، انت ما عندكش ايمان بربنا؟ انت مش عارف ان ربنا في القران الكريم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ وقال المال الاول. انا ما مضيتكش غير على اللي انت اتصرف عليك وبس. لا 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 لا، مش هي دي الحقيقه. وهنفترض اللي انت بتقوله ده صح. في اب يمضي ابنه على كمبيالات عشان يصرف عليه؟ يعني بتطلعني كذاب يا كلب؟ طبعا، ما انت تربيه واطيه، هتقول ايه غير كده؟ لكن لا، انا مضيتك لاني عارف ان انتوا ناس واطيين، ناس متغاظين مني، حاقدين عليا، عايزين تمصوني وتقلبوني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا حاج؟ صوتك طالع لغايه بره. انا جايبكم هنا عشان تتصافوا مش تتخانقوا مع بعض. اخلص، انت مالكش دعوه خالص. انت اللي عملت فيها كده. انت اللي جايبني للعالم السوي دي علشان يسموني بكلمتين مسمومين من عندهم. دول كل اللي عندهم انهم عايزين يحرقوني، عايزين يقلبوني. ده تكنيله عليك وعلى قرعتك وعلى شعرك. حسبي الله ونعم الوكيل. ده انتوا على ما تعرفوش ربنا. لا اله الا الله. نتفاهم يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل سايب ماشي لحمه ودمه وماشي على طول واقف في وشه. انا اسف يا كمال، انا ما كانش قصدي. انا كان قصدي انكم تتصافوا مع بعض. انت كان قصدك خير يا حاج، بس من فضلك ما تعملش حاجه زي دي تاني الا لما تاخد رايي الاول. لا عيني يا كمال، تحت امرك حبيبي. وبعدين ما تعتلوش هم. انا دفعت لكم حق المستشفى. ما ننحرموش منك ابدا يا حاج جاد من يوم اللي حصل مع سيد، وانت مراعينا يا اخويا. ربنا يكرمك ويديلك على قد نيتك. افضلك علينا كتير. عيب يا كمال، عيب. افضل ايه وكلام فارغ ايه؟ جدك الله يرحمه ابو والدتك ليه فضل عليا، علمني السوق على حق. انا عايز اقول لك حاجه يا كمال، انا ماليش اخوات صغيرين، انا بعتبرك اخويا الصغير. ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. ولا منك حبيبي.